مساء الخير على الجميع او صباح الخير بقى، بما اننا بدأنا يوم جديد. انتهت مباراة النادي الاهلي ونادي الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بفوز نادي الترجي بنتيجة 1-0 من ضربة جزاء أحرزها اللاعب محمد أمين توجاي. وأنا هنا مش جاي أكلمك على التحكيم ولا جاي أعلق الخسارة على شماعة التحكيم، لأن أنا مش من النوعية ديت. إحنا خسرنا، مش ما كناش وحشين قوي ولا كنا حلوين قوي، إحنا كنا متوازنين. يعني كان المباراة النهاردة فيها توازن بين الدفاع والهجوم، ولكن ضربة جزاء كوميدية من وجهة نظري. ممكن تختلف او تتفق، بس والله ركلة جزاء كوميدية من وحي خيال الحكم. مش عارف يعني حسبها ازاي او بناء على ايه، في حين ان حكم الفار اللي هو برضو في نفس في نفس الحتة بتاع الملعب دي كان في ضربة جزاء لاشرف بن شرقي في الشوط الاولاني. الحكم لا شافها ولا حكم الفار شافها، مع انها نفس الزاوية. يعني لو بنقول مثلا ان هو عنده حاجة في عينه، لا، هي في نفس المكان. يعني في نفس المكان، دي على اليمين وده على الشمال، فيقدر برضو زي ما استدعى الحكم يشوف دي، كان يقدر يستدعيه الحكم يشوف برضو التانية. ولكن ومش انا اللي بقول، عشان جماعة الكونفدرالية الهتيفة اللي يطلعوا يقول لك ايه ما كانش فيه اي حاجة، لا. كباتن في الاستوديو بتاع بي ان سبورت، الراجل الكابتن التونسي كابتن سامي الطرابلسي بنفسه طلع قال لك ايوه كان لازم يستدعيه، لان كان فيه هنا مسك وكان فيه هنا شد وكل حاجة. ولو اشرف بن شرقي كان وقع كان الحكم ممكن، ولكن انا مش مستني الحكم. زي ما انت شفت دي انت رايح شايف كوره، الكوره الاتنين عاملين ارتقاء، وعامل ايه؟ هيوديها فين؟ هيعمل فيها ايه؟ هيحطها كده ازاي وهو بيعمل ارتقاء؟ يعني هيرتقي ازاي يعني وهو حاطط ايديه مثلا كده يعني؟ والكرة اساسا في تداخل بين اللعيبه. يعني المهاجم بتاع الترجي بيعمل ارتقاء واللاعب بتاع النادي الاهلي بيعمل ارتقاء، يعني لا كان قاصد يعطل الكوره، يعني الكوره جايه له اساسا في الحته دي هيقطعها يعني. ولكن زي ما قلت لك والله ما بعلق على شماعه التحكيم نهائيا، وهو تكليل للمستوى الخرا اللي ظهر بيه الكابتن محمد هاني. علشان كده يعني ربنا اراد ان هو يفاجئه النهارده ويعمل له مفاجاه حلوه ويتحسب عليه ركله جزاء، لانه هو اسوا من في العالم، مش هقول لك اسوا من في المباراه. كابتن محمد هاني اللي فاقد اساسيات الكوره في الشوط الاول، بيتمشى هو واليو ديانج في كوره فكاهيه، ناقص لهم زرين بطاطا ويشقطوا بنات، راجعين بيتمشوا ولاعب الترجي خد الكوره وكان رايح علينا بهجمه والله العظيم. ولكن انا بقول لك الفرقه دي فرقه ملط على الله حكايتها. تقدر في ماتش العوده تقدر تكسبها اتنين وتلاته بالمستريح بشويه رجوله وعزيمه، حتى لو الاستاد ما فيهوش نفر واحد. انت النهارده شفت المواقف اللي انت تعرضت لها والمضايقات اللي حصلت لك قبل المباراه، ورمي القوارير اللي كانت عليك وانت نازل الاحماء او قبل الاحماء وانت داخل الملعب. كل ده حطه قدام عينك وانت تقدر. الفرقه دي تقدر تقول لي ايه النهارده عمله نادي الترجي في خلال ال 90 دقيقه؟ مع احترامي الكامل لنادي الترجي، لا مش ده الترجي بتاع 5 6 سنين فات ولا 3 4 سنين، لا 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 خالص. ضعيف جدا، ضعيف والله، بغض النظر عن ضربه الجزاء وفوزه النهارده، فريق ضعيف جدا. انت كنت تقدر النهارده تكسب، كنت تقدر تكسب لو عندك بس شويه نزعه هجوميه ومهاجم محترم بيقدر يخلص. كنت تقدر تكسب وتطلع من الماتش ده 2-0 بالمرتاح بالمرتاح. النهارده كابتن مروان عثمان جات له واحده، بدل ما يحطها بدماغه في الجون بيستلم، عايز يوقف ويستلم ويحط هدف عالمي ما حدش عمله قبل كده. كرة حسين الشحات، كرة اشرف بن شرقي، تريزيجيه، في كور كتيره. انت احصائياتك النهارده افضل من نادي الترجي، وانت على ارضه وسط جمهوره. انت بتلعب عليه نفسيا، هو في القاهره بيبقى جاي لك برضه نفسيا. يعني انت تقدر في ماتش العوده زي ما قلت لك، وحتى لو ما فيش استاد، وافتكر كلامي، واحنا النهارده فاضل 6 ايام على ماتش العوده، تقدر تكسب الترجي سكور في استاد القاهره. مش ده الترجي اللي يخوف بتاع السنين 3 4 سنين فاتت، لا لا خالص. فرقه ضعيفه جدا، فرقه ملط على الله حكايتها، يمكن اضعف من الاهلي بمراحل. يعني احنا الاهلي قدام طلائع الجيش، لا 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 لا، كان منظر تاني خالص. النهارده كان منظر تاني خالص. الاهلي قدام طلائع الجيش ما كانش فيه خالص روح، ده ما كانش فيه جري في الملعب. لا النهارده لا لا، في لعيبه ادت ما عليها، في لعيبه كانت عايزه. كابتن محمد هاني النهارده هو اللي كان يعني عارف انت اللي هو ايه، انا عايز اخسر النادي الاهلي. يعني هو كان نازل بالتارجت بتاعه عايز يخسر النادي الاهلي. كابتن محمد هاني اللي فاقد يعني ايه، بيعرف يعمل سوينج سويرف ويخش ويرفع الكوره. لا لا لا، مفيش. كابتن محمد هاني حتى لو الزاويه مفتوحه لازم يرجع تاني ويقفل الزاويه على نفسه ويلعبها في اللاعب. هو التارجت ان هي لازم تيجي في بطن اللاعب، في قفاه، في دماغه، في اي حته. هو ده التارجت، ان انا ما ارفعش الاوفر، انشن في اللعيبه.
ده التارجت بتاع محمد هاني، وتقريبا حد مفهمه يعني ان الحاجات ديت بياخد عليها فلوس، او الحاجات ديت يعني بيزود فيها اسهمه ورصيده في النادي الاهلي. والنهارده يعني من اسوأ مباريات محمد هاني على الاطلاق، تايه مش عارف لا الواجب الدفاعي، وكان معرض للطرد بص من بدايه ما اخذ الانذار، كان معرض للطرد بعدها اكتر من 3 4 مرات، اكتر من 3 4 مرات كان ممكن ينطرد محمد هاني في الكور يعني سهله، وكور ما تستاهلش اللي هو كان بيعمله، ولكن هو بيقع قبل ما الكره تجيله، يعني هو بيعمل التاكلينج قبل ما الكره تيجي، وعارف الكره هتيجي فين ولا لا عادي. فقد الكوره، مس باص، كل حاجه النهارده كان بيعملها يقصد بيها خساره النادي الاهلي، ومش هو سبب الخساره الوحيد ولا هو سبب الخساره عموما يعني. ولكن انا بقول لك لا، انت النهارده كان في اداء مختلف عن الاداء المره بتاع الفتره الاخيره ده خالص، خصوصا في الشوط الاول كنت تقدر تكسب. الترجي كان نازل اساسا خايف، وبيلعب برضو ايه على على التعادل، يعني انا بقولها لك كده، الترجي كان النهارده نازل بيلعب على بونت، على سوري ده نوك اوت ما فيهوش يعني كان بيلعب على ان هو ايه ما يخشش فيه اهداف، انا مش عايز استقبل اهداف، ان جبت تمام ما جبتش خلاص ما عنديش اي مشكله. ولكن مش ده الفرقه اللي تخوف النادي الاهلي في العوده، حتى لو استاد القاهره فاضي، حتى لو مفيش اي نفر في الاستاد، يكفي بس اللعيبه باللي شافوه النهارده والاحداث اللي حصلت لهم تبقى قدام عينيهم، وتقدر تلعب تكسب الترجي 2 و3 مستريح. انا بقول لك والله فرقه على الله حكايتها، مش ده الترجي خالص، مش ده الترجي. وانا بقول لك يعني ان شاء الله انا واثق ان النادي الاهلي هيقدر يتجاوز ان شاء الله في استاد القاهره الترجي باهداف وسكور كبير. وخليك فاكر انا بقول لك اهو من النهارده، ولكن الفتره الجايه عايزين مهاجم بما يرضي الله، عايزين واحد. انت جايب 3 مهاجمين، التلاتة افشل من بعض بصراحه يعني كده ايه، ال3 مهاجمين ما يعرفوش حاجه عن المهاجمين، ما يعرفوش اي حاجه خالص عن المهاجمين. فيا ريت يعني احنا جايبين 3، لو كنا ركزنا بالفلوس دي كلها وجبنا واحد يعني زي ما بيقولوا محترم، كان النهارده ممكن تستفاد منه، كان النهارده ممكن خلص لك الماتش، كان النهارده ممكن استغل اي فرصة من اللي جات لك. ولكن قدر الله ما شاء فعل. النادي الاهلي قادر على العودة في القاهرة ان شاء رب العالمين، قادر، مع ان الماتش هيبقى بدون جمهور، وانا عارف ان الجمهور بيبقى العامل والحافز الاول للعيبه، ولكن اللعيبه باللي شافته والاحداث اللي شافتها ما قبل المباراه تكون حافز ليها ان هم يقدروا، واثناء المباراه والتحكيم واللي حصل ومحاباه الحكم، ان هو كان في تربص غير طبيعي. بقول لك الحكم النهارده شد من بدايه المباراه، شد من الفانيلات وبيجيبه من رقبته، مفيش انذار ما طلعش الانذار الا لما لقى لعيبه الاهلي كلهم قدامه. قال له ايه يا عم، والناس كانت رايحه بايه، بكور فيها خطوره، يعني مش كوره مثلا عاديه، لا ده كور فيها خطوره، اشرف بن شرقي، امام عاشور، يعني كور كان رايحين مدافعين هم يعني مش عارف الحكم كان ماله، كان في حاجه في الحكم. واخر المباراه ماسك لي الانذار الاحمر ومستني اي حد يجي علشان يطرده. شفت التحفز يعني وصل لحد فين، مستني اي حد يجي علشان يطلع، اي حد هيجي يكلمه من النادي الاهلي هيطلع له الكارت الاحمر. علشان كده الكابتن وليد صلاح الدين راح لم اللعيبه وقال لهم محدش يتكلم مع الحكم وتوكلوا على الله. هو كان عايز يطرد اي حد من اللعيبه المهمه اللي ممكن تلعب الماتش الجاي، وده كان وارد يحصل، لان زي ما قلت لك في في تحفز واضح من الحكم ضد النادي الاهلي النهارده. وبرضه مش هو ده سبب الخساره، انا بقول لك اهوت سبب الخساره زي ما قلت لك النهارده ان احنا ما عندناش حد يخلص الفرص اللي بتجيلنا، حد يقدر مهاجم يقدر يخلص النص فرصه او الفرص اللي بتيجي قدام المرمى. عايزين مهاجم بيخلص الكوره من نص فرصه، لان المباريات الافريقيه دي هي مباراه الفرصه الواحده او الفرصتين بالكتير. ولكن النهارده انت كنت افضل، انت كنت احسن في مجمل المباراه. لو شفت الاحصائيات هتلاقي ارقام النادي الاهلي كاستحواذ وتصويب على المرمى وفرص محققه هم النادي الاهلي. ولكن الترجي 3 كور في الماتش، واحده الشوط الاول، واحده بتاعت يانساس، وواحده بتاع بن عليا اللي هو اداها للمساكني، والمساكني حب يحطها لوب على مصطفى شوبير. بس دي الكوهر اللي شوتها للترجي طول الماتش، في حين ان النادي الاهلي لا كان خطر في الشوط الاولاني وكان يقدر في اكتر من كوره. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما ارادش. تركيز في مباريات العوده، وان شاء الله التاهل من نصيب النادي الاهلي. السلام عليكم.